شوف القرش لما بيجي كام واحد يوسع له، حتى لو بكرش ومنفخ كله يقول انا ادفع له. وفاكر يعني لما هتدفع صوتك مين هيسمع له؟ القرش ربى كرش، وده شيء ما يتنكرش، ما يهموش بتذاكر ولا حتى ما بتذاكرش. عايز تصور جوه في كرشي؟ لا والنبي ما انا سايبك تمشي. شوفوا الصورة يا ناس وقولولنا شكل الصورة ده ما يطمنش. قرش له ناسه يزعل لو انداسه، واحنا اللي نحتاسه هاتوه ابوس راسه. ده كل العالم بحالها بتخاف على احساسه. يا خسارة يا لهطة قشطة لو قبلك ابوه ولا امه، هتقولي بتمشى اتفسح ولا بستخف انا دمه، ولا هينفع تقولي خطيبته ولا القرش يسيبني يا عمو. لو شفت القرش بيتكهرب وانت مش قادر تعمله حاجة، هل ممكن تساعده؟ في يوم زي ما انتوا شايفين خرجنا للصيد، بنحاول ان احنا نصطاد، ولكن فجأة بيطلع القرش الابيض قدامنا. فهل يا ترى بالطرق التقليدية اللي معانا هنقدر نصطاد القرش، ولا هنكون في خطر وهو فعلا اللي هيصطادنا؟ احنا طبعا في حالة ترقب وفي حالة هلع من الموقف، لان فعلا كانت نيتنا ان احنا خارجين في رحلة صيد، لكن احنا في لحظات سكون لان القرش تحتنا بالظبط، واحنا ما عندناش الاستعداد الكافي ان احنا نواجه حاجة زي كده. هو ما سابناش واحنا كمان مش هنسيبه. ايوه هيسحبها، مش هيسيبها، هو مش هيسيب. سابها. طب انا عايزك تسحب، اسحب واحدفها له تاني. هو مش هيسيبنا، هيرجع لها تاني. فرصة كبيرة هنصطاده، يعني هنصطاده خلاص. يلا، لو نفسك تسمع صوت القرش اسمع الصوت ده. لحظة هجوم القرش على المركب كانت لحظة استفزازية من الصيادين، كان لازم لها من ردة فعل كبيرة من القرش اللي مش همه أي شيء وحاسس إن دي مملكته.